عرفنا في الحلقات السابقة إن آن بنت عايشة في عالم بيستعبد فيه البشر الجنيات من خلال تحكمهم فيهم عن طريق جناح واحد ليهم، واللي بيكون بالنسبة للجنيات زي القلب بالظبط بالنسبة للبشر. فبتقوم آن برحلة علشان تحقق حلمها وحلم أمها اللي ماتت، وده من خلال إنها تشارك في معرض للحلويات. وكانت أمها بتتقن صنع السكر الفضي جدا، فراحت آن لسوق الجنيات علشان تختار جني محارب، وده علشان يدافع عنها. لكن حظها وقع في جني شرس وبيتعامل وحش معاها جدا، وفي خلال رحلتهم سوا بيقابلوا حاجات كتيرة جدا خطيرة، وبيقدر الجني انه يدافع عنها. وبيلحقها في رحلتهم جوناس صديق آن اللي كل همه ان آن توافق على الزواج منه، وبتوقفوا خلال رحلتهم عند مأوى. ونكمل الجزء التاني من قصتنا، بس قبل ما نبدأ يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويا ريت تشترك في قناتنا الاحتياطية كاريكاتون بالعربي اللي هتلاقي الرابط بتاعها في صندوق الوصف تحت. لما بتروح آن مع الكل علشان تتعشى بتلاقي وجود 2 جم قبلهم للمأوى، ولما بتنادي على شال علشان ياكل معاهم قال لها جوناس ان ممنوع الجنيات تاكل معاهم على طاولة العشاء. فطلبت آن من صاحب المأوى ان يسمح لهم انهم يقعدوا معاها لانها بتعتبرهم اصدقائها، ده غير ان طول رحلتهم بياكلوا سوا. فقال لها صاحب المأوى ان مفيش مانع عنده، فقال لها الشخص اللي جنبهم مفيش مشكله، خدوا راحتكم. وعرف من آن انها مسافره للمشاركه في معرض السكر الفضي، وعرفهم على نفسه ان اسمه هيو وده صديقه. فلما سألها عن الجني اللي معاها قالت له ان ده جني مقاتل وجابته علشان يحميها. ففضل يضايقها ويستفزها انه شاكك انها اشترته لانها حبته من وسامته، وانه ولا جني مقاتل ولا حاجه. فغضبت آن وقالت له كلامك مش صح. فقال لها خلاص نختبره، وبسرعه بيقوم اللي معاه علشان يهاجم شال. بس المفاجأة هي دفاع شال عن نفسه وكمان سرعته انه يتفاداه. فغضبت آن من اللي حصل جدا وزعقت لهيو، فتأسف لها وقال لها انه هيدفع للمأوى تمن اقامتهم كاعتذار ليهم على اللي عمله، بس بشرط واحد، انهم يصنعوا له حلوى من السكر الفضي. وبعد ما فكرت آن وافقت على طلبه، وبتروح آن مع جوناس علشان يجيبوا السكر الفضي اللي هيعملوا بيه الحلوى. فسألها جوناس لو الكمية اللي هياخدوها مش هتأثر على كمية السكر بتاعة المسابقة. فقالت آن ان معاها برميلين زيادة. وبعد ما جمعوا كمية السكر بتاعتهم وجوناس متحمس يوري للجميع فنه، فقال لها جوناس لو قدر يفوز بالمسابقة ممكن يتم ترشيحه كأستاذ في مدرسته، وده بعد ما يفوز بالميدالية الملكية. فلما سألته آن وايه اللي يمنعك من المشاركة، فقال لها المرة دي هتفرج بس، وعلشان مستقبلي لازم اكون متقن لعمل السكر الفضي علشان اكون فيكون. فقالت له آن بس الفيكونت بيشتغل عند الاسرة الحاكمة الملكية. فقال لها جوناس تخيلي حد من عامة الشعب زيي يبقى نبيل، وبعدها ممكن تقبلي الزواج بيا. فغيرت آن الكلام ومشت. وبعد ما جهز هيو الادوات ليهم بيطلب منهم ما يلونوش السكر. فتفاجئت آن بمعلوماته وسألته لو هو حرفي في عمل السكر الفضي، فقام غير الكلام وقال لها يا ريت تبداي يا آن. وبالفعل بتبدأ آن وجوناس بتشكيل السكر الفضي. وبعد ما انتهوا من تشكيل السكر الفضي فقال لهم هيو ان شكلهم مش مبتدئين وشكلهم كمان شاطرين في عمل السكر الفضي. ومع فرحتهم بكلامه فجأة بيكسر السكر وقال لهم ان شكله سيء علشان كده كسرهم. وقال لجوناس انه شاطر وان كل اللي عايزه انه يتباهى باسلوبه، لكنه ما اضافش ابداع على صنعه. وقال لآن ان شغلها احلى بكتير من شغل جوناس، لكنها كأنها بتقلد عمل حد تاني، ومع انه جميل لكنه ما فيهوش اي جاذبية. وقال لهم باعمال زي دي تبقوا بتحلموا لو عايزين تتقنوا عمل السكر الفضي. وبيسلم عليهم وبيمشي بكل استهزاء، وآن زعلانة جدا من كل اللي عمله. وكان من الواضح على الجنية كاسي انها غضبانة على جوناس جدا، وبتجري آن للغرفة وهي زعلانة جدا. فرح لها شال علشان يواسيها، وهي بتزعق له لان ده مش وقته تريقة عليها. فقال لها انت 3 سنين من دلوقتي هتبقي فائقة الجمال، لان دي طبيعة البشر اخدين على التغيير، وهيتغير لون شعرك وهيبقى ذهبي جميل، حتى قدراتك في صنع السكر هتبقى افضل. فقالت له آن ان في حاجات كتيرة جدا ما بتتغيرش مهما بذل الواحد فيها مجهود كبير، ومفيش داعي انك انت تواسيني. فقال لها شال انه مش بيكذب، لانه اول ما اتكون شاف بنت من البشر كان لون شعرها زيها، وكان عندها 5 سنين، وكان اسمها ليز. كانت بنت واحد من النبلاء، ونفوها للمكان ده بسبب معين، وبسبب انها ما كانتش تعرف اي حاجة عن الجنيات كانت مفكراه اخوها الكبير، واخدته للمكان اللي كانت عايشة فيه وعاش معاها. وفاتت 15 سنة بعدها اتغير لون شعر ليز للذهبي وبقت بنت جميلة، وعلشان كده هو واثق ان آن هتتغير زي ليز بالظبط. ولما سألته آن طب هي فين ليز دلوقتي، فقال لها ماتت، اقصد اتقتلت على ايد البشر. فتأسفت له آن جدا. تاني يوم بيكملوا رحلتهم بعد ما دفع لهم هيو تمن إقامتهم. ومن كتر تفكير آن في شال ما بتسمعش جوناس خالص، وهي بتقول ان وجود شال مع ليز حسسه ان هي كانت عائلته الوحيدة، ولما البشر قتلوها اخدوها منه، علشان كده هو بيكره البشر دلوقتي. اثناء نوم بودو قال شال لآن انهم ما بيحسوش بالبرد زي البشر، وبتفتكر آن لما وعدت شال تعمل له سكر فضي.
فرجعت للعربة علشان تصنعهوله. فبتتفاجأ آن إن تمت سرقة السكر الفضي من مخزون البراميل بتاعها، وهي عمالة تعيط جدا. ولما حكى شال اللي حصل لجوناس اتضايق جدا وقال إنه شاف المخزون معاها ومحدش يقدر يدخل ولا يخرج من العربة. فقالت كاسي إنها شافت بودو خارج من العربة لما كانوا عند المأوى وكان مغطيه السكر. فلما صحى بودو سأله جوناس أنت اللي سرقت السكر الفضي، وإن كاسي شافته. فغضب بودو جدا وقال إنها كدابة ويستحيل يكون هو اللي سرقه، ويستحيل يكون سرق أي حاجة من آن. وقال لآن أنت أكيد مصدقاني. فلما سكتت آن عرف إنها مش مصدقاه، فزعل بودو وفضل يعيط بسبب نظرة آن ليه وسابهم ومشى. فقال لها جوناس بعد ما جات له فكرة انهم يصنعوا بنفس المقدار اللي اتسرق منها سكر فضي. فقالت له ان مستحيل لان ما معهاش التفاح السكري علشان تعمله. فقال لها جوناس ما تقلقيش لانه سمع في مدرسته قبل كده ان في بستان من التفاح السكري على طريق السفر، والسكر صناعته بتحتاج 3 ايام، وبكده يقدروا يصنعوه بسهولة. وبالفعل بيلاقوا البستان وبتكون آن سعيدة جدا، وبكده بيتبقى 5 أيام على المعرض، وأرض الويستون مش بعيدة عنهم كتير. وقال لها جوناس إنه هيساعدها، وبالفعل الاتنين بيساعدوا بعض في عمل السكر الفضي. وبعد ما بتنتهي آن بتسأل شال عن بودو، فقال لها شال إنه اختفى. فقالت آن إنها مش مهتمة مين اللي سرق الحاجة، لأن كل اللي هاممها تخلص عملها في الوقت المناسب ولازم تشارك في المعرض. وبتروح آن العربة علشان تبدأ في تجربتها الأولى في صناعة قطعة من السكر الفضي علشان تستعد للمعرض. وبيكون مع آن جميع الأشكال اللي رسمتها أمها ليها، لكنها لما بتفتكر كلام هيو إن أسلوبها في الصنع مقلدة شخص تاني بتسأل نفسها طب المفروض أعمل إيه. ولما بيدخل عليها جوناس بينبهر جدا بصنع آن للسكر الفضي الملون، ولما بيحاول جوناس يقرب منها بتضربه آن وقالت له انها ما بتحبوش. فقال لها انه كان بيتمنى انها تغير رايها وتحبه وسابها ومشى. ولما بتروح كاسي تزعق لآن وان يستحيل جوناس يحبها، بتتفاجأ آن وقالت لها معقولة يا كاسي تكوني بتحبي جوناس؟ فاتحرجت كاسي جدا. فقالت آن من الجميل ان الجنيات يحبوا البشر، وبتعيط كاسي من الإحراج وبتمشي. ولما بتفكر آن في شال بتقول هل فعلا ممكن الجنيات يحبوا البشر؟ وبتسأل نفسها ليه قلبها بيتألم كل ما بتحس ان كان في حاجة بين شال وليز، وقالت ان وجود شال معاها بسبب جناحه اللي هي مخبياه. وبعد ما يوصلوا لويستون هينتهي الموضوع. ولما بتخلص آن السكر الفضي بيكون جميل جدا، وهي حاسة ان هو مش متكامل برضه، وده بسبب كلام هيو ليها، وعمالة تحاول تقنع نفسها ان هو مثالي واكيد كل حاجة هتكون بخير. وبعد ما بتطلع من العربة قالت لشال انهم لو انطلقوا في الغد فهيوصلوا لويستون قبل المعرض بيوم. فقال لها شال انه اول ما شافها في سوق الجنيات كانت بتنبعث منها رائحة السكر الفضي. وبيجري جوناس على آن وبيقول لها انه شاف قطعتها وانها مميزة وجميلة جدا. فشكرته آن على فكرة التفاح السكري اللي انقذتها ومساعدته ليها كمان. وفجأة بيتحرك جوناس بسرعة للعربة وقال لها لو كنتي وافقتي تتجوزيني ما كنتش عملت كده. وفجأة بتلاقي عدد كبير جدا من الذئاب جايين ناحيتهم، اللي استدرجتهم كاسي لعند آن ورمت عليها قطعة من اللحمة اللي كلها دم. وبيهرب جوناس بالسكر الفضي كله بتاع آن، وبيتلم الذئاب كلهم حوالين آن وشال، وبيحاول شال يحميها وبيضرب في الذئاب. وأنا عمالة تعيط وتقول له أهم حاجة السكر، رجعلي السكر يا شال، وبتفضل تصرخ آن. وبكده بينتهي ملخص القسم التاني من الانمي. وبعد اللي حصل ده كله عايزين نعرف آرائكم في التعليقات، ويا ريت تقولوا لنا ايه رأيكم في تصرف جوناس لآن، وكمان ايه تخميناتكم في اللي هيحصل بعد كده.